تعال أقول لك ليه طاهر كان أفيد للأهلي من زيزو قدام الزمالك. والحقيقة أنا مش جاي أكلمك عن طاهر هجوميا أو بالكورة، ولكن دفاعيا زي اللقطة اللي قدامك مثلا وهو مكمل مع بنتايج علشان يمنعه إنه يعمل الزيادة على بيكهام. وهنا شوف الشراسة والقوة اللي راجع يعمل بيها الواجب الدفاعي. تفتكر زيزو كان هيضحي بمجهوده كده عشان يرجع يدافع؟ وهنا برغم إن بيكهام اتسحب بره مكانه مع عدي الدباغ، إلا إن بنتايج ما لقاش مساحة بسبب طاهر، وفتوح ما عرفش يلعب له على الأرض بسبب طاهر، وبالتالي لجأ فتوح للكرة الطويلة بس برضه ما عدتش من طاهر. وهنا أنا معلم لك على رباعي دفاع الأهلي، بس بص مين أقرب لأنه يكون لاعب خامس؟ طاهر الجناح واللي صنع هدف كمان في المباراة. وهنا بيكهام مع الدباغ، بس طاهر شاف بنتايج بيجري عشان يعمل الأوفرلاب ويروح في المساحة ورا بيكهام، وبالتالي كمل وراه. وتاني فتوح مع الكورة ومرضيش يلعبها عالية زي المرة اللي فاتت، فحتى لو لعب لبنتايج على الأرض فطاهر موجود. الموقف اتغير وبنتايج خلاص اتراقب من حد تاني، وبقى فتوح اللي فاضي عادي جدا. طاهر هيجري يضغط على فتوح وتموت هجمة الزمالك. وهنا عرضية للزمالك، شوف مين اللي بيعمل التغطية العكسية؟ أكيد عرفت، طاهر برضه. فلما توصل الكرة لعبد الله ويبقى عايز يشوط ما يلاقيش وقت كفاية على الكرة لأن طاهر طلع يضغط عليه زي الوحش. الزمالك في الشوط الثاني نزل شيكوبانزا علشان أسرع ويقدر يعدي من بيكهام 1 على 1، بس اللي وقف له برضه كان طاهر محمد طاهر. هنا طاهر خامس صريح في خط دفاع الأهلي وليه مهمة محددة. شيكوبانزا نفس الفكرة، هنا طاهر جوه ال 18 ومراقب بنزا وهو اللي بيخلص الكورة قبل شيكوبانزا ما يوصل لها وممكن يعمل منها خطورة. وكمان في موقف ال1 على 1 طاهر كان بيتفوق دايما على شيكوبانزا. في اللقطة دي شيكوبانزا اتسحب من ورا طاهر والونش أخد باله وابتدى يحاول يلعب كرة طويلة في المساحة، ويزيد على كده إن بيكهام اتزحلق والكرة رايحة، بس طاهر يوصل في الوقت المناسب ويخلي شيكو ما يعرفش يستلم بسبب ضغط طاهر.